شيخ، تفضل. عندي سؤال. أحسن الله عليكم. هل خوف المستقبل والوسوسة منه يعني يدخل في التطير؟ ما هو؟ الخوف من المستقبل والوسوسة منه يدخل في التطير؟ هلا إذا كان الخوف من المستقبل بمعنى أن يحسب الإنسان حساب مستقبله فيخطط له وما شابه ذلك، هذا بالعكس، هذا من الأمور المطلوبة شرعا. لا يعيش الإنسان سبهللا. ولكن إن كان خوفا غير مبرر فهذا نعم قد يكون فيه شيء من التطير. لو توضح مثال يا شيخ. يعني أحيانا هناك خوف مبرر، أنت تخاف مثلا أن إذا فشلت في الدراسة وما يعني ما درست جامعة لن تحصل على عمل جيد. هذا من باب حساب الأمور والتخطيط لمستقبل الإنسان، هذا أمر جيد. لكن أن يكون الإنسان مثلا مجرد خائف ولا ندري ماذا سيحدث وكذا، يعني هذا يكون خوف غير مبرر، ما في سبب لهذا الخوف، فهذا لا، هذا لابد للإنسان من أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويسلم الأمر لله في مثل هذا.